من الحاجات الجميلة اللي اتكلم فيها الداعية مصطفى حسني عن فكرة السعي. ليه مقطع بيتكلم فيه عن السعي وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإن احنا نسعى، وإن لازم واحد يسعى ويتعب لغاية ما يوصل للحاجة اللي هو عايزها. بس الفكرة في حاجة أو النقطة اللي ذكرها واللي فعلا يعني عجبتني قوي، إن هو بيقول لك إن مش شرط إن المكافأة أو النتيجة تكون في نفس اتجاه سعيك. يعني أنت ممكن تكون بتسعى في حاجة معينة والحاجة دي هي اللي أنت يعني عايزها، وفي الآخر ربنا يكافئك بس في حاجة تانية خالص غير الحاجة اللي أنت كنت بتسعى فيها. فهنا بيتكلم في فكرة إن مش شرط إن نتيجة المكافأة بتاعتك أو النتيجة بتاعت السعي ده تكون في نفس الاتجاه اللي أنت بتسعى فيه، لا ممكن تكون في اتجاه تاني ربنا شايفه أنسب ليك أو أصلح ليك. بس أنت عليك السعي، يعني أنت عمر ما كنت هتوصل النتيجة دي غير لما تسعى. فانت لازم تسعى عشان خاطر تكافئ بالنتيجة دي في الاخر، ايا كان بقى النتيجة اذا كانت فعلا في الاتجاه اللي انت بتسعى ليه او في اتجاه تاني. ممكن تبقى فعلا في اتجاه نفس الاتجاه اللي بتسعى ليه والحاجة اللي انت بتسعى لها توصل لها، وممكن تبقى في اتجاه تاني ربنا شايفه انسب ليك بس ما كنتش هتوصل لاي حاجة من الاتنين دول غير لما تسعى. فكل اللي عليك بس ان انت تسعى. فدي من المقاطع اللي فعلا عجبتني قوي، لان بعض الناس او اغلبنا بيكون دايما لما بيتعب في حاجه او يسعى فيها وما يوصلش للنتيجه في الاخر بيفتكر ان خلاص انا كده عملت اللي عليا وخلاص، يعني كل حاجه ضاعت. لا، ربنا عمره ما بيضيع، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني ربنا عمره ما هيضيع التعب ده او عمره ما هيضيع السعي ده، بس المكافاه فين ده هو اللي يعلمها. هتلاقي لازم هيكافئك، مش شرط في نتيجه الحاجه اللي انت سعيت فيها، ممكن في حاجه تانية، لكن لازم نتيجه سعيك هتيجي.